ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه قراءة من معارج القبول الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. كنا الأسبوع الماضي مع المقدمة حيث بين فيها رحمه الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة في الدارين إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، وأخذ عليهم الميثاق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ما هو هذا الأمر يا محمود؟ توحيد عبادة الله عز وجل. ما هو هذا الأمر؟ ما قلنا عن نذاكر بعد نسأل. نعم؟ احنا الكلام المجمل شيء، والكلام اللي في الكتاب شيء. السؤال لما نسأل السؤال يبقى الجواب من الكتاب. وش يا أحمد شعبان؟ نعم. تفضل. بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته وتعظيمه بذلك، ومعرفة ما يناقض ذلك من الشرك والتعطيل والتشبيه وغير ذلك. مرة أخرى كل يقول له شيء وعبادة الله عز وجل. أعلمنا كده عبادة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ما نشكر ربي. عبادة الله عز وجل معرفة الله تعالى بربوبيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومعرفة ما يناقض ذلك من التشبيه والتعطيل والتمثيل وغير ذلك، وكذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وبيان كذلك أنه لا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة إلا بطاعة الله تعالى ورسوله والاستجابة لله تعالى ولرسوله. ما الدليل عنه؟ أحسنت. وبين أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة للثقلين الإنس والجن. ما الدليل؟ أنت أحسنت. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إذا أحسنت. وبين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى الله عز وجل إلا بعد إكمال الدين وبعد البلاغ المبين وبعد التوضيح والتبيين، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. ماذا قال أبو الدرداء؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طالب إلى آخره.
ثم عرج الكلام على اختلاف الفرق الإسلامية، وبين أن الله سبحانه وتعالى ذم التفرق في الدين. اذكر آية فيها ذم التفرق في الدين يا أنس. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آية أخرى محمود. قول الله عز وجل قال الله الذين آمنوا يوسف. نعم صح. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا جمال اذكر حديث افتراض الأمة. أنت جمال اسكت. قبل كده الحديث إن أهل الكتاب وستفترق أمتي على 73 فرقة. هل الزيادات الواردة بعد هذا تصح أو لا تصح؟ لا تصح الزيادات. وما هي الزيادات يا أحمد شعبان؟ وإيه تاني؟ وما أنا عليه أنا وأصحابي. الليلة بإذن الله تعالى مع شرح مقدمة المنظومة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح شرح مقدمة المنظومة. أبدأ بسم الله مستعينا راضي به مكبرا معينا. أبدأ بجميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأن كله ومن هذا التصوير. بسم الله متلوثا مستعينا به وبه يتعدى بذات ونوره، أي طالب منه عمل على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي كل ذلك الحكم الواقع في جواز الشرع نهي الله عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم ربه تعالى، إذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا لما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الاستعانة منه على فعل غيره والعاقل يفعل ذلك لا يمكن. نعم. هذه أول المنظومة. أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا، وفي بعض النسخ راض به مدبرا معينا. فبدأ الشيخ بالبسملة، والبسملة تبدأ بها المراسلات وتبدأ بها التأليف، والبسملة تكون في الدخول والخروج وفي كل أمر ذي بال. البسملة تبرك باسم الله سبحانه وتعالى وبذكر اسمه جل وعلا. فهو يقول أبدأ بسم الله مستعينا، يعني أبدأ هذا الكتاب وهذا النظم، وكما أبدأ في كل شيء بسم الله أبدأ هذا الكتاب. بسم الله أي متبركا باسمه، مستعينا أي طالبا العون من الله سبحانه وتعالى وحده. وفي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول وهو خطاب شامل لجميع
يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لا يخصه، وإنما هو لسائر الأمة. يقول: وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل. يعني إذا استعنت فاستعن، هذا هو جواب الشرط. يقول: مفهوم المخالفة ألا نستعين بغير الله سبحانه وتعالى. هل يصح هذا على الإطلاق، أم أن مراد الشيخ هو ألا يستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ الثاني، لأنه يجوز للإنسان يستعين بالآدمي فيما يقدر عليه. يجوز للإنسان أن يستعين بالآدمي فيما يقدر عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم على ما صححه بعض أهل العلم: إنا لا نستعين بمشرك. يبقى إذن يجوز الاستعانة بغير المشرك. وفي الحديث: تعين ضائعا أو تصنع لأخرك. يبقى إذن الاستعانة بالآدمي فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وهذا من الأسباب المشروعة. فإذا كنت صاحب عمل واستعنت بالعمال لإنجاز عملك هذا لا بأس به، ولا يقول لك أحد لا تستعن إلا بالله، هذا لا يقول معك. وإنما الاستعانة بالآدمي فيما لا يقدر عليه هذا هو المراد بقوله: فاستعن بالله، أي ولا تستعن بغير الله. فجلب النفع، دفع الضر، هذا لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن لأحد أن يستعين بغير الله ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا ونحو ذلك. نعم. خلاصة القول في تفسير البسملة. والكلام على تفسير البسملة مستوفى في بداية والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب المفسرين. ونذكر خلاصة ذلك ونقول: الباب أداة تخدم ما بعدها، معناها في البسملة الاستعانة وتطويرها بالقرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم قابل للحفظ الكفر. طبعا عندك همزة تحت الاسم، وده خطأ مطبع. الاسم مش همزة، الاسم بئس الاسم مفسوق بعد الإمام، فالهمزة دي شيء. نعم. وإسقاط الألف من الاسم قابل للحفظ الكفر استعمالها. وقيل أن إسقاط ذلك حكمه على الذات ليكون على السقوط، ولذلك لما ذكر الكتاب في قوله: وقرأ اسم ربك الذي خلق، رد الباب إلى. نعم. أنا مش شايف حد جاب كتاب، مش شغل مين اللي معاه كتاب؟ كم واحد؟ يعني 5% ولا 3%؟ ليه؟ ليه ما حتى لو أنت مش معاك كتاب صور ملزمة كده من حتى مع النت، روح لأي مكتبة كده وصور من 1 ل100، لما يخلص صور غيرهم. إنما ما كانش لك كتاب وأنت جايب كتاب. نعم. لا، ما يجوزش نحن نقرا الكتاب من أوله إلى آخره، إنما المختصر الشيخ شايل منه الأحاديث الضعيفة، وشايل منه أقوال السلف، وشايل منه أقوال الصحابة. إنما نقرأ الكتاب من أوله لآخره. فالرجاء للإخوان إن هم يحضروا، اجتهدوا شوية، يعني حسونا إن أنتم متفاعلين معنا. يعني لو طلبت كده من أي مكتبة أقول له صور لي من على النت من على القبول
من 1 ل100. ها بكام من 1 ل100 دول؟ الورقة بكام؟ طيب ولو في مجموعة هتبقى ماشي. فالشارح المؤلف رحمه الله يقول خلاصة القول في تفسير البسملة، فيقول الباء في قوله بسم الله، هذه الباء هي باء الاستعانة، هي باء الاستعانة. يقول تطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل. أنت بتفتح المصحف باسم الباء طويلة ناحية السين وبعدين الباء الميم، فيقول يقول هذا التطويل تعظيما لكتاب الله، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة، يعني باسم لا باسم، هذا التخفيف. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، يعني هذا هو الأصل. عندما تسأل لماذا كتبت بسم الله الباء فيها طويلة، يقول هذا هو السبب. نعم. قال والاسم والمسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أينما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها، كانت أسماء الله ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا، إذ دعا مع الله غيره ولكانت مخلوقا، إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاول الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي فصل القول بذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مرت بنا قبل ذلك، وهي هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى؟ ويرد بهذا على الجهمية، فالجهمية يقولون أسماء الله مخلوقة، ومن ثم يقولون إن الاسم غير المسمى، والأسماء الله سبحانه وتعالى غيره، أسماء الله غيره. فهو يقول لك الاسم هو المسمى وعينه وذاته، واستدل على ذلك بأنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فأنت تدعو من الآن؟ تدعو الله عز وجل باسمه الرحمن وباسمه الرحيم. فالاسم هو عين المسمى وهو ذات المسمى، بخلاف ما قاله الجهمية وهم مقصودون بقوله حاوله الملحدون. بعض الناس ما يفهمش كلمة ملحد قال ماركسي، لا، الملحد ده الذي ألحد يعني مال بأسماء الله وصفاته ومال بالتوحيد عن الاعتدال وعن الاستقامة. هذا أصل كلمة الإلحاد، مأخوذة من اللحن، اللحن والشق المائل الذي يوضع فيه الميت. فيقول إن هؤلاء الجهمية حاولوا أن يقولوا للناس إن أسماء الله مخلوقة، وإنه لا يجوز أن تدعو بهذه الأسماء لأنك تدعو مخلوقا وليس تدعو الله عز وجل. فهو يقول والاسم والمسمى وعينه وذاته. يبقى هذه أول مسألة ينبغي أن تتعرف عليها في هذه المقدمة. نعم. الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن باسم أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله الباركة، ولا تقول الله بأسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نعم. بعدما شرح باسم الآن يقول الله علم على ذاته تبارك
اللغة هو الاسم الذي يعين المسمى بغير قيد ولا قرينة. عندنا في النحو يقول لك إن في حاجة اسمها معارف الضمائر، كل الضمائر معارف، ثم تاني مرتبة يقولون العلم، وبعدين أعلام يقول العلم منه الاسم ومنه اللقب ومنه الكنية، وعلى كده مركب وإضافة إلى غيره إلى آخره. فيقصد بقوله الله عالم على ذاته، العالم في اللغة هو الاسم الذي يعين به المسمى تعيينا مطلقا بلا قيد ولا قرينة، زي أسماء الأشخاص. لا تقول محمد فهو علم على هذا الرجل، أحمد علم على آخر. فالمقصود أن اسم الله عز وجل هو الاسم الخاص لرب العالمين الدال على ذاته المقدسة، وكل الأسماء بعد هذا الاسم هي صفة لهذا الاسم، فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله التواب. فهذا معنى قوله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه. نعم. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا، ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من الأئمة في اللغة والشافعي والخطابي والإمام الحرمي ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه أن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، ولولا أنه من أصل الكلمة كما جاز إقرار حرف الله عن الألف واللام. قال نعم. يقول واختلفوا في كونه لفظ الجلالة، اختلفوا في كونه مشتقا أو لا، يعني هل هو مشتق أم جامد؟ فيقول اختلفوا في كونه مشتقا أو لا، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه ليس مشتقا وإنما هو جامد، واستدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا لأن الألف واللام فيه لازمة، يعني الله. هل الله هذه ممكن تشيل الألف واللام ويستقيم بعد كده النطق؟ فالذين يقولون أن الألف واللام لازمة أي جزء من بنية الكلمة وليست خارجة عن بنية الكلمة بحيث نحن ممكن نستغني عنها. فيقول رحمه الله فأنت تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن. ممكن تشيل ألف واللام الرحمن، ممكن الرحيم، ممكن السميع، ممكن، لكن الله ما تستطيع أن تشيل ألف واللام. إذا الألف واللام جزء من بنية الكلمة، وبالتالي فالألف واللام لازمة. هكذا استدل الفريق الأول على أو ما ذهبوا إليه بأن لفظ الله ليس مشتقا وإنما هو جامد. نعم. وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا باشتقاقه إلى أقوال أقوالا أنه مشتق من ألها يألهم إلهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأقيمت اللام الأولى الثانية مجهولا فقيل الله. ومن أول الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أنها إله إلهة عبد يعبد عبادته، والله المألوف أي المعبود، ولهذا اسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو اسم أعظم. نعم. ثم عرج على القول الثاني، وهم الذين قالوا إن هذا الاسم مشتق، لكن اختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال. أقوالها أنه مشتق من ألها يأله إلهة. أله بمعنى عبد،
يأله يعبد إلهة عبادة. فأصل الاسم الإله، أصل الاسم الإله يعني الإله. حذفت الهمزة اللي هي الألف وأدغمت اللام الأولى في الثانية عندك لامين، فصار وجوبا الله. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله يميل إلى هذا القول، لأنه قال بعدها: ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أين وجه الدلالة هنا في الآيتين؟ أين وجه الدلالة في الآيتين؟ وهو الله في السماوات إله وفي الأرض إله يعبد. لا، كلام مظبوط. أنت الآن الآية الأولى وهو الله في السماوات وفي الأرض، والآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى إله هنا بمعنى إيه؟ الله. إله بمعنى الله. وهو يقول الآية الأولى يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، ومعناها هو المألوه في السماوات والأرض. والآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نفس المعنى. الله قامت مقام إله، ويكون هذا من أقوى الأدلة على أنه مشتق، وأن الاشتقاق بحذف الهمزة وإدغام اللام في الثانية وجوبا. نعم. ثم قال: ولهذا الاسم خصائص، يعني لفظ الجلالة اسم الله، يقول هذا الاسم له له خصائص، يعني له خصائص كثيرة. فهو علم على الرب، علم على المعبود، وهو أشمل الأسماء. جميع الأسماء تضاف إليه، أكثر الأسماء ورودا في القرآن، يجمع صفات الكمال. كل هذا من خصائص هذا اللفظ الله. وقيل إنه هو الاسم الأعظم، قيل صفة تمريض. وقد وردت أحاديث في تعيين اسم الله الأعظم، ولا يخلو حديث منها من مقال. يعني ليس هناك حديث صحيح يعين اسم الله الأعظم. كل الأحاديث الواردة أحاديث ضعيفة. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. والرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فهو جميل بسنده عن العصمين معناه، ويدل على المنصور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ولكن هذا الحديث الذي فيه الدعاء برحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والظاهر مفهوم النصوص الكتاب والسنة من اسماء الرحمن يدل على الصورة الثابتة من اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصورة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى الرحيم. ولهذا قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يأت قط إنه بهم رحمن. ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ولم يصدق أحدا من خلقه أنه الرحمن، فأما ذلك والله أعلم. نعم. يكمل بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة
على وجه المبالغة، يعني الرحمن وكذلك الرحيم يفيدان المبالغة في الرحمة، وأيهما أشد مبالغة؟ يقول الرحمن أشد مبالغة من رحيم. لماذا؟ لأن الرحمن يدل على الرحمة العامة. رحمة العامة يعني رحمة جميع المخلوقين من الإنس والجن والمؤمن والكافر والبار والفاجر والطائع والعاصي، حتى الحيوانات والحشرات، فالكل يدخل تحت رحمته بهذا الاسم، فيقول الرحمن أشد مبالغة بالرحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة. خاصة بمن؟ خاصة بالمؤمنين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآيات. فهذه رحمة خاصة. وأما الرحمة العامة فهي رحمته لجميع الخلائق، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. هذه رحمة عامة. لكن الرحمة الخاصة هذه للمؤمنين فحسب. ثم قال رحمه الله: والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسم الرحمن يدل على الصفة الذاتية. تقدم أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. قلنا الذاتية هي التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى أزلا، وهذه الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها أزلا لا تنفك عنه، بل هي ملازمة له سبحانه وتعالى. أما صفات الفعل فهي التي تتعلق بمشيئته، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهو باعتبار الجنس صفة ذاتية، لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعال. لكن أحد الفعل هو الذي يقال فيه أنه يفعل أو لا يفعل. يعني الله سبحانه وتعالى إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، لكن صفة الكلام هذه في أصلها لله عز وجل لا تنفك عنه، لكن إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم فهنا تكون هذه الصفة صفة فعلية باعتبار أحادها. أما باعتبار جنسها فهي في ذاتها موجودة ولم تتجدد لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال فعالا. يقول: فالرحمن يدل على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية. يبقى الرحيم صفة فعل يرحم بها سبحانه وتعالى المرحومين، ولهذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، إنما قال رحيما. ليه؟ لأن الرحيم هذه الرحمة هي صفة الفعل، هذه الرحمة هي صفة الفعل. نعم. قال رحمه الله: الرحيم خبر المبتدأ محذوف تقديره من والإعراب، والإعراب به لله عز وجل ذكر حال الضمير المجرور أي تدريبه في جميع شؤونه، فإن أزمة الأمور بيده، هو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا
المقدر. هو الذي يملك الامر من السماء الى الارض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم. مطمئنا به على جميع اموره دينيه ودنيويه فاني لا اقدر الا على ما اخبرني عليه ولكن اني لا اعلم فلا اعبد الا اياه ولا استعين الا به ولا اتوكل الا عليه ولا حول ولا قوه الا بالله ولا ملجا ولا ملجا منه الا اليه. نعم. إذا خلاصة قوله راد به مدبرا معينا وتفويض الأمر إلى الله عز وجل وحسن التوكل عليه جل وعلا والتسليم لحكمه سبحانه وتعالى والإيمان به مدبرا أمور خلقه جميعا. نعم. القول في حمد الله وشكره والاستعانة به قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق والهدمان أي وأثني بحمده وأثني بحمده فأقول الحمد لله كما أثني به كما أثنى به. على لو سمحت يا محمد اقرأ قبل ما تيجي. أنا مش في حصة طلع. ماشي، اتعب نفسك شوية. ماشي؟ أو اسمع كده النظم كده الواحد يكون متقن كده عشان ما انتش ماشي. كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا بنبيه خطابا يدخل فيه جميع أمته كل الحمد لله فله الحمد الذي يقول خيرا مما نقول سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على الأسماء الحسنى وصفاته العلى وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة وله الحمد في الأولى والآخرة. قال عن الأسود بن سلمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشئك محامد حمدت بها حمدت بها ربي تبارك وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. نعم. ثم قال الناظم وعلق بعد ذلك على ما قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. فحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية لأن أعظم النعم على الإطلاق نعمة الهداية أن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى دينه الطويل وصراطه المستقيم وأن تكون من المسلمين فهذه نعمة لا تضاهيها نعمة. وقد قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المؤلف رحمه الله يقول والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق. المراد به طريق الحق. وما هو طريق الحق؟ الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ ودين الإسلام. ولذلك نحن في كل صلاة نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. والاجتباء هو الاختيار والاصطفاء. قال الله سبحانه وتعالى واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى عن أنبيائه واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا الكلام الذي شرح به هذا البيت سيخلص منه بعد ذلك
إلى ما عنون له بقوله القول في حمد الله وشكره، وبيان الفرق بين الحمد والشكر. نعم. قال عن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله وزادك. والحديث الاول والثاني كلاهما ضعيف. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. هذا يحتمل التحسين. نعم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على عبده نعمه فقال الحمد لله اذا كان الذي اعطى يعني إذا كان الذي أعطى. ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إذا كان الذي أعطى يعني بهدايته الحمد أفضل مما أخذ. هذا حديث ضعيف جدا. نعم. ويذكر به عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا بحدث فيها من رجل ثم قال الحمد لله إذا كان الحمد لله أفضل من ذلك. وهذا لا يسقط. نعم. قال الربي وغيره أي كان الإنسان الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى حين الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحبها الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال رضي الله عنه الحمد لله كلمة كل شيء. وقال رضي الله عنه الحمد لله والشكر لله هو استغفار له والإقرار له بنعمته وهدايته وهدايته وهدايته. هذه الآثار أثر عن علي وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وأثر ثالث عنه ويقول قال رضي الله عنه الحمد لله هو الشكر لله، يعني جعل الحمد مرادفا للشكر. ثم قال واستخذاء له. الاستخذاء معناه الخضوع والانقياد، هذا معنى كلمة استخذاء له، يعني خضوع وانقياد لله سبحانه وتعالى وذل لله جل وعلا مع إظهار المحبة له وحده سبحانه وتعالى. فيقول ابن عباس رضي الله عنه هو الشكر له واستخدام له والإقرار له بنعمته. الإقرار يعني الاعتراف له بنعمته، أبوء لك بنعمتك علي. قال وهدايته وابتدائه وغير ذلك، يعني الإقرار بهدايته سبحانه وتعالى وبنعمته ومن نعمة فمن الله. نعم. وقال البخاري الحمد لله لله الرحمن، يعني الحمد لازم بالرحمن سبحانه وتعالى. نعم. قال كعب الأحمر الحمد لله كما الله. وفي معنى قال الشارع وفي معنى الحمد وفيه آثار مما ذكرنا لا تحصى. وفي معنى الحمد لله وفضلها. وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار مما ذكرنا لا تحصى. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وتمنه ورسوله إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره ما سبق الثناء عليه بها. فقلت أن هدانا أي على ما هدانا إرشادا ودلالة من كتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا لمشيئته وقدره. يعني ذكر هنا نوعي الهداية،
الهداية نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. النوع الأول الذي هو هداية الدلالة لا يحرم منه أحد من الخلق، بل هذه الهداية جعلها الله سبحانه وتعالى لسائر الخلق. قال الله سبحانه: وهديناه النجدين. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي يعني تدل، بدليل أنه قال لهم: إنك لا تهدي من أحببت. فدل ذلك على أن المنفي غير المثبت، فالمثبت هو دلالة الإرشاد. دلالة الإرشاد يعني هداية الإرشاد، أدلك على الطريق وأرشدك إلى هذا الطريق، لكن أن تمضي في هذا الطريق إلى أن تصل إلى آخره هذا ليس به، وإنما هو بتوفيق الله ومشيئته. وهذا هو قوله تبارك وتعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء، لكنه سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد بأن دلهم على الحق والباطل وعلى الخير والشر وعلى الكفر والإيمان حتى تنقطع معذرتهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. إلى سبيل الحق هو دين الإسلام والإيمان وجبان له، ولذلك قال تعالى: ممتنا علينا وله الحمد وإنا والظروف كما هداكم ويكونكم من قبله من المعروفين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإياهم بالفضل الذي هو المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستووا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج زينة دين إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال: ما كان الحمد الخبري أكبر من المشاهدين بدلالة على القبول والاستمرار قدموه عليه أولا ثم عرض عليه المشاهدين جمعا بينهم وقلوبهم. نعم. يقول: ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستقرار والاستمرار قدمته عليه أولا. يعني الحمد يأتي بصيغة الخبر ويأتي بصيغة الإنشاء. فالخبر هو الذي يحتمل في أصله الصدق والكذب، كما تقول الحمد لله. هذا